يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من اخر فيديو انا نزلته. شكرا جدا بجد على تفاعلكم، واهلا بصحابي واخواتي الجداد اللي دخلوا واشتركوا عندي في القناة ونوروني وبجد كترتوني. يا رب يديمكم نعمة في حياتي. اول حاجة كده بحب ابدأ بيها قبل ما افطر هي كوباية المية، وبشرب كوباية مية كبيرة او كوبايتين على الاقل قبل الفطور او قبل الاكل عموما. ليه بقى؟ مني اللي انا شربت كمية المية المناسبة بتاعتي في اليوم، وخدت واديت لجسمي ميه، ومنها اللي انا ببقى بشبع يعني قبل الاكل وبملى معدتي بالميه. بتبقى حاجه صحيه ان انا اشرب ميه علشان ما يجيليش جفاف وكده، لان احنا داخلين على شتاء ولازم جسمنا بيبقى محتاج ميه. منها اللي هي سد نفسي عن الاكل، هي بجد بتملى معدتي وببقى خلاص مش قادره ان انا اكل الوجبه بتاعتي كلها، وباكل كده كميه صغيره وبشبع. يعني برضو بتفيدني في التخسيس. ودايما على فكرة دكتور الدايت بيقولك لازم تشربي 3 لتر على الأقل مية في اليوم، وكمان المية بتاعتك لازم تاخديها قبل الوجبات. وكمان المية مفيدة جدا وخصوصا في الشتاء، لان احنا في الشتاء منشربش سوائل ولا مية خالص. الواحد اصلا بينسى المية، بتقعدي كده على مدار اليوم تحسي انتي ما ايه ده انا ما شربتش ولا كوبايه ميه، فبتلاقي ان بشرتك كده جالها جفاف واتقشرت، وايدك مثلا خشنه وبشرتك خشنه. فالميه دي افضل من اي كريم مرطب انتي بتستعمليه، يعني الميه دي افيد. فجربي بجد انك تشربي ميه وهتحسي ان وشك كده فيه نضاره وبشرتك بقت كويسه واحسن. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو بتاعنا النهارده، انا عايزاكم بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه للي مش مشترك، وتكتبي لي كومنت حلو منكم اللي هو يشجعني ويحفزني اللي انا اعمل فيديوهات. وعلى فكره انا بقرا الكومنتات كلها، بس انتوا اكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم يا ستي. حتى اكتبي لي كومنت سلبي انا موافقه، بس تكتبي لي حسسيني ان في ناس كده بتشوفني وان انتم متابعيني ويبقى كده في ود كده ما بينا. تمام. شربنا بقى كوبايه الميه وعملنا اللانش بوكس بتاعنا. هناخد بقى كده اول حاجه هاخد 3 تمرات، لان انا ما باخدش سكر خالص على مدار اليوم، فبستكفي السكر اللي بيبقى في التمر دوت، بيبقى سكر طبيعي. وانا بحب الصراحة اخده كده على الريق، لان بجد بيحس اللي هو بيديني طاقة وباور كده على الصبح. انتوا فاهمين؟ عايزاكم بقى تقولولي روتين يومكم على مدار اليوم بيبقى عامل ازاي، ولو في عادة او عبادة انتوا بتعملوها على مدار اليوم ياريت تفيدوني فيها في الكومنت وتقولولي عليها ونستفيد من بعض. يعني انا مثلا في حد بجد عزيز على قلبي وقريب مني قالي على حاجة معينة تحفزني اللي انا ابقى مستعدة للصلاة. قالت لي ان انا كل ما اخش التويلت لازم اخرج منه ابقى متوضية، لان ساعات بيجي علينا وقت بنبقى قاعدين مثلا وبنبقى سامعين الاذان، وبتبقى مثلا ايدينا مشغولة. طبعا غلط اللي احنا مثلا لما نسمع الاذان لازم اي حاجة لو انت بتعمليها لازم تسيبيها وتروحي تصلي. بس انت بتقعدي تقولولي انا هخلص بس اللي في ايدي وهقوم معرفش هعمل ايه وهروح اتوضى، فبتلاقي الوقت بيجري بيكي وانت اصلا ما عملتيش حاجة ولا اتوضيتي ولا صليتي ولا عملتي حاجة. فعودي نفسك اللي انت كل ما تخشي التويلت تبقي خارجة منه متوضية. وكمان حاولي انك تخصصي ركن معين كده في بيتك او في اوضه النوم بقى بتاعتك او ايا كان، اي مكان مناسب وما يكونش عليه حد بيعدي عليه كتير. تعملي ركن كده بسيط يبقى الركن العبادة بتاعك وركن الصلاة، تبقي فرشة سجادة الصلاة وعليه المصحف بتاعك والسبحة والإسدال علشان تبقي مستعدة. وبجد انا عملت كده بقيت كل ما اخش التويلت بطلع منه متوضية. ده برضو بقى بيشجعني ان انا اقوم اصلي على طول اول ما بسمع الاذان. ايوه هو الواحد مش كامل يعني، بس الواحد على قد ما هو يقدر بيحاول اللي هو يعبد ربنا ويقرب من ربنا. ويعني بجد الواحد مقصر كتير 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 في حق ربنا وفي حق نفسه. فانا باذن الله اخدت عهد قدام نفسي وقدام ربنا ان انا ابقى مواظبة على الصلاة. الواحد بيسبح وبيذكر ربنا وبيشكر ربنا طول الوقت، بس انا محتاجة ان انا اقرب من ربنا
اكتر من كده بكتير. الواحد لما بيقع في مشكلة او لما بيبقى محتاج حاجة معينة بيقعد يدعي ربنا ويقرب منه ويدعيله ويكلمه في وقت ما انت بتبقي محتاجاه. طب هو انت ليه ما بتديش لربنا كل حقوقه، ما بتديش لربنا كل اللي هو طالبه منك؟ حاولي على قد ما تقدري اللي انت تعملي ده، وبجد هتحسي براحة نفسيا. انا بجد لما بحس ان انا مخنوقة او متضايقة اكتر حد هيريحك بجد هو ربنا. اقعدي كده اتكلمي مع ربنا وعيطيله واشتكيله، وهو الوحيد اللي هيقف جنبك. مش معنى كده اللي انا خلاص بقى بعمل كل حاجة صح ومش بقوم من على السجادة وعلى طول بسبح وكده، لا، انا غلطة والانسان غلط، وفعلا الواحد مقصر في حق نفسه وفي حق ربنا. بس بإذن الله بإذن الله بإذن الله يعني احنا خلاص على قربت، يعني نهاية السنة قربت. بإذن الله انا واخدة عهد على نفسي لحد نهاية السنة، علشان عايزة ابتدي بداية جديدة في اول السنة بإذن الله يا رب. وربنا يا رب يثبتني. عايزة ان انا اي عادة مثلا غلط يعني بعملها ابطلها. مش معنى كده ان انا بعمل حاجة غلط او وحشة، لا، يعني مثلا قلة عدم مثلا التزامك بالصلاة ده غلط، انتوا فاهمين؟ لابسة الطرحة مثلا وفي مثلا شعراية طالعة منك ده برضو غلط. ستايل لبسك مثلا لو في حاجة ضيقة او في حاجة قصيرة او كده دوت برضو غلط. ان انت بتتكلمي على صاحبة او بتتكلمي على اي حد من وراه دوت برضو غلط. في حاجات كتيرة في حياتنا اكيد كلنا بنعملها غلط، والغلط طبعا انواع. مش معنى الغلط اللي انا بقولك عليه ان اللي انت بتعملي بقى حاجة بتغضب ربنا لا سمح الله يعني. فحاولي بجد اللي انت تحسني من نفسك، وحاولي ان انت فعلا تواظبي على صلاتك وعلى عبادتك وتقربي من ربنا. واي حاجة غلط انت بتعمليها حاولي ان انت تبطليها. ما تقوليش بقى ايه ده ماما مش شايفاني، ده بابا مش شايفني. في معلش يعني احسن من اي حد هو اللي شايفك، ربنا شايفك. وانت مهما دخلتي مثلا ورا الباب، دخلتي جوه الدولاب، نزلتي تحت السرير، برضو ربنا شايفك. فبإذن الله بإذن الله بإذن الله ربنا بس يثبتني على صلاتي ويقويني ويعني ويسامحني على اي ذنب او اي غلط انا غلطته زمان. ومش معنى كده ان الانسان غلط بيعمل حاجة وحشة تغضب ربنا. انا قلتلكم ان الغلط انواع، بس الاهم ان انت تفوقي قبل فوات الاوان، وان انت تصحصحي كده وتشوفي ايه اللي انت بتعمليه ومقصرة فيه في حق نفسك وفي حق ربنا. بس انا بقى مش حابة ان انا اصدعكم، بس انا حبيت ان انا اتكلم معاكم واقول لكم على اللي انا حاسة بيه واللي انا ناوية باذن الله ان انا اعمله. وانا عايزاكم برضو اللي انتوا تشاركوني كده في الكومنت وتقولولي انتوا هتبدأوا فعلا تغيروا من نفسكم ولا لا. بجد حبي نفسك، وعشان تاخدي بالك من نفسك لازم تحبي نفسك. وعشان تحبي نفسك مش كفاية ان انت تتكلمي معاها بشكل كويس، لان الاكتر من الكلام الحب افعال مش اقوال. فانت لازم تحبي نفسك وتشوفي العادات الوحشة اللي انت بتعمليها. انا بقولك بقى ايا كان حاجة بسيطة غلط في حياتك انت بتعمليها، فكري فيها وحبي نفسك وحاولي ان انت ما تعملهاش بالتدريج. انا عارفة ان الواحد ما بيتغيرش مرة واحدة، بس واحدة واحدة هتلاقي نفسك ان انت اتغيرتي وحبيتي نفسك ولقيتي نفسك اللي انت افضل. فلازم تحبي نفسك من خلال ممارسة حب الذات، وبانك انت تاخدي بالك من صحتك، مرني كويس، تاكلي كويس، تنامي كويس، تاخدي بالك من تفكيرك ومن افعالك، وتتعلمي اكتر وتقرأي اكتر وتتقدمي في الكارير بتاعك. ولازم يبقى ليكي هدف ولو كان بسيط. واهم حاجة من ده كله ان انت تبعدي عن الناس اللي بتضرك، لان لو دورتي في حياتك فعلا اكيد هتلاقي ناس بتضرك. وتقللي من سيئاتك، تعملي لاخرتك. وكل مرة انت بتعملي حاجة من الحاجات دي انت بتبعتي رسالة للاوعي بتاعك انك شخص بيحب وبيقدر نفسه، فبيبقى هو ده الطبيعي بتاعك. فحبي نفسك من خلال الافعال مش بس الكلام.
فأتمنى بجد ان احنا نبتدي النهاردة بداية جديدة مع نفسنا، وحاولي بجد انك تحبي نفسك. انا عارفة ان انا صدعتكم، بس بجد هستنى رأيكم في الكومنتات، وانا عايزة بجد ان احنا نستفيد من بعض، ولو اي حد عنده معلومة ولو بسيطة ياريت تكتبها لي. انا عملت بقى النهاردة الغدا كده، عملت فطيرة بجد كانت طعمها خطير، قلت اللي احنا نغير. بجد الواحد ساعات بيجي كده عليه وقت اللي هو اصلا مش عايز يدخل المطبخ، وفي نفس الوقت انت لو اشتريتي اكل من بره هتلاقي نفسك اتكلفتي كتير جدا، وطبعا الاكل اللي بره ما بيبقاش حلو زي البيت. فبنحاول على قد ما بنقدر اللي احنا بنعمل وصفات واكلات في البيت تشبه للاكلات اللي بره. يعني فطيرة زي دي انت لو جبتيها من بره هتجيبيها اصلا بمبلغ وقدره، ومش هتلاقي فيها كمان كمية اللحمة اللي بتبقى فيها، وكمان كفاية اللي هي بتبقى نضيفة وانتي عاملاها وبتبقى حاجة مضمونة. عملنا بقى الحادق وحبينا اللي احنا نحل، عملت بقى معاها برضو فطيرة كده بالسكر وباللبن، وبجد طلعت خطيرة خطيرة خطيرة. انا بطلت اشتري فطير خالص من بره، وبجد الفطير سهل قوي. تحاولي بس ان انتي تتشجعي كده ويبقى عندك القدرة والشجاعة ان انتي تخشي المطبخ وتعملي احلى الوصفات من ايدك يا ست البنات. وده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وفدتكم ولو بمعلومة بسيطة، وهستنى رأيكم في كومنت. باي باي.